لما نروح لربنا ويحاسبنا حساب يسير إن شاء الله، الناس الطيبين ربنا هيقول لهم يقفوا في مكان معين، انت هنا وانت هنا. المكان ده واقف فيه زمرة المؤمنين، في الأنبياء وفي ستنا مريم وستنا خديجة وستنا فاطمة وجميع الأنبياء مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يأتي الأمر بالتحرك نعدي كلنا مع النبي على الصراط ونقف في حتة اسمها القنطرة، حتة كده ما بعد النار وقبل دخول الجنة. يسبقنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على يحرك حلق الجنة، يقول كده يخبط على الجنة. الملك من جوه اسمه رضوان، يقول له من أنت؟ يقول له أنا محمد بن عبد الله. يقول بك أمرت ألا أفتح إلا لك، فتتفتح أبواب الجنة بإيد النبي عليه الصلاة والسلام. مين بقى واقف لحضرتك؟ واقف الملك القرين اللي عايز يرد الجميل، وكل واحد وواحدة اسمه مكتوب على بيته، والبيت لؤلؤة كبيرة مجوفة. لو دخلنا أول ما تقعد تلاقي كل حاجة جاهزة، كأن كان في حد عايش. هو ما كانش في حد عايش ولا حاجة، هي الجنة كل يوم بتتجهز. وفي معنى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أن الله ينظر في كل يوم للجنة يقول لها تجملي من أجل أحبابي. أول ما تخش الأول تاخد نظرة لو سمحت، إحنا لسه ما بدأناش أي متعة، لسه ما شفناش النعيم ده، بس البيت اللي دايما يبقى قدام عينيك وتستحضره ويقوي قلبك على كل باب فتنة بيتفتح علينا وإحنا في سكتنا كده لربنا. مشهد رؤية ربنا، أحاديث رؤية ربنا ليها أكتر من نص عند العلماء، منها نص رواه الإمام مسلم والإمام الترمذي، إن إحنا أصلا هنكون بنعمل شوبينج، إحنا في السوق، فيها أسواق كلما ذهب إليها أهل الجنة ازدادوا جمالا. إحنا أصلا بنروح الأسواق نقعد نتعب في إن إحنا ننقي الحاجة اللي تخلي شكلنا حلو، أنت أول ما تخش السوق ده تزداد جمالا. وإحنا في السوق ينادي منادي نداءين، النداء الأولاني يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فنقول وكيف لا نرضى وقد بيضت وجوهنا. بيضت وجوهنا يعني أكرمتنا قوي زي ما كنا متوقعين، وأدخلتنا الجنة وجنبتنا السعير. قال بقي لكم عندي شيء أن أرضى عنكم فلا أسخط أبدا. أنا أقعد أفكر في الكلام ده، يعني هو ربنا بيقول لنا كده ليه؟ ما احنا واحنا في الجنة متصورين ان ربنا راضي عنا. في تأكيد ان النعيم ده ما يخطرش في بالك انه في اي لحظة سيتبدل، لان رضاي اصبح رضا كامل خالد كما انت خالد في الجنة. ثم ينادي المنادي ان ربنا طالب منكم طلب، عينينا يا رب عايزين نتقابل، عايزكم تشوفوني. قال صلى الله عليه وسلم فيبرز لهم العرش في روضة من رياض النعيم. روضة يعني زي جنينة، في حتة كده يتحط فيها عرش ربنا. ثم يجلسون على منابر من ذهب أو منابر من فضة أو منابر من ياقوت. قال صلى الله عليه وسلم ويجلس أدناهم على كثبان المسك. وأجمل حاجة في الحديث والنبي بيتكلم قال ويجلس أدناهم، توقف وقال وحاشاهم أن يكون فيهم دني. كأنه بيقول أدناهم لأن فعلا الجنة درجات، بس أقلهم ده مش قليل. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يشرق علينا بنور، وأشرقت الأرض بنور ربها. قال وترخى الحجب. الحجب حاجة بيننا وبين ربنا مخلينا مش عارفين نشوف ربنا، تتكشف عننا. قال فتتعلق أبصارهم بالله فما أعطوا لذة أحب إليهم في الجنة من هذه اللذة. وما منكم من أحد إلا وسيحاضره ربه محاضرة ليس بينه وبينه ترجمان. دي أكتر لقطة اتقال فيها هتبقى لوحدك مع الله. فضفض بقى براحتك واشكره منك ليه، مش حد واقف معاكم. في بعض الروايات ربك هيقول لك مبسوط عبدي إني راض عنك فهل أنت راض عني؟ أنت كنت زي ما أنا طلبت، ولو غلطت كنت بتتوب، ولو كان في باب فتنة كنت بتقفله، فأنا راضي ودخلتك الجنة. توقعاتك بقى عن الجنة طلعت زي ما في بالك؟ راضي عني؟ فأعتقد كان ابن القيم اللي بيحكي بيقول فيستحي العبد من هذا السؤال. فرب العالمين سبحانه وتعالى
يقول له طيب أنا عايزك تبدأ بقى إيه، تفكر إيه اللي ناقصك. فيقعد العبد يفكر يشتهي ويتمنى، حتى إذا انتهت به الأماني، مفيش حاجة في عقلي بتقول حاجة تانية، فيذكره ربه، كأن ربنا بيقترح عليه بأشياء ما خطرت على قلب بشر. يقول له ألوان من النعيم، أما تشتهي كذا ويرضيك كذا؟ ثم يقول اذهب وقم. هيقول لكل واحد وواحدة فينا كده، قم لما أعددت لك من النعيم، ويرجعنا الأسواق تاني. وإحنا في الأسواق قال صلى الله عليه وسلم فتهب عليهم في الأسواق من كثبان المسك طيب لم يجدوه من قبل. الجنة شكل أحد أنواع الطيب اللي فيها جبال الهوى بيطير علينا عطر منها. فنرجع البيت وقد ازددنا جمالا باطنيا برؤية ربنا، وظاهريا بالأسواق الحلوة دي. انت متخيل ان احنا هنعيش في ده على طول خالدين فيها؟ لو عقلك قال لك ازاي، طب يعني بعد مثلا 600 سنة مش هنزهق؟ هقول لك لا يبغون عنها حولا. مش هتعرف تتحول عن النعيم من كتر ما كل نعيم لا ينتهي اللذة اللي ربنا خلقها فيه، وينتزع مننا ربنا شعور الملل أصلا عشان يدوقنا عظمته وكرمه الواسع سبحانه وتعالى.